صباح الخير عليكم الإخوان. باقين في الاعتصام أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تطوان. أصبحنا اليوم في الاعتصام، اليوم الثاني على التوالي. من أجل العودة للعمل، ومن أجل رفع الظلم، ومن أجل الحق في العلاج. تحية نضالية للإخوة والأخوات السادة الأساتذة والسادات. تحية نضالية للإخوة رجال التعليم. البارح واحد اللايف مهم جدا جدا جدا، اللايف ديال السي محمد بوتخصين، اللي تكلم فيه على مجموعة ديال الحوايج، ولكن أهم شيء هو أن هذا اللايف هدايا بين على أن فعلا هذا الشيء كامل باطل، قرار التوقيف باطل من الأساس، وما بني على باطل فهو باطل. السي بوتخصين البارح قرا قرار ديال التوقيف، ولقى على أن مكتوبة فيه واحد مجموعة ديال المسائل اللي ما عندها حتى شي علاقة بالواقع. أولا، وأنا كنعاود داكشي اللي قال، وفعلا أنا كنت على اتصال بالسي بوتخصين، ولو كان جا في الحقيقة كانت غتكون أمور مختلفة، هذه أكيد. والسي بوتخصين كان عنده الخبار نهار 3 في الشهر، ونهار 5 تعقد المجلس التأديبي. الورقة فعلا كنت شبرتها كنظن نهار 3 في الشهر، يعني حتى الوقت أنني باش نعمل محامي ما عنديش. القانون كيقول وقيلا كنظن على أسبوع ولا على 4 أيام ولا 5 أيام، ما عرفتش بالضبط، هذه ما مأكدش منها هذه. إذا حتى في المسألة ديال الوقت القانوني باش أنك تشبر الإبلاغ بالمجلس التأديبي وما بين الوقت انعقاد المجلس التأديبي فهو غير كافي، وبالتالي فما خديتش حقي المناسب أنني نفتش على الدفاع، نجيب الدفاع ديالي على الملف. ثانيا، السي بوتخصين وضح واحد المسألة ديال الهفوة الخطيرة اللي تكلموا عليها. هفوة خطيرة، فين هي الهفوة الخطيرة اللي كيتكلم عليها؟ ماذا نعني بالهفوة الخطيرة؟ واش هاد تصوير الفيديو اللي دار في القسم واش كان عنده شي تأثير على السير العادي للدرس؟ واش كاين شي واحد اللي شكا من هاد التصوير هدايا؟ واش عندنا مشتكي؟ واش هاد الهفوة خطيرة واش عندها علاقة مثلا بما يجب أن يكون عند الأستاذ من لوازم مثلا؟ واش هاد الأستاذ هدايا ما عندوش شي دفتر نصوص؟ واش هاد الأستاذ هدايا ما عندوش الجدادات ديالو؟ واش هاد الأستاذ هدايا ما مثلا ما المستوى ديالو في التعليم ماشي هو هذاك؟ الهفوة، ملي كنقولوا الهفوة بمعنى واحد الخطأ كبير جدا، فين هو الخطأ الدار اللي هو كيأثر على العملية التعليمية التعلمية؟ ما كاينش، في حين أن الفيديو الدار الإخوان خارج أوقات الدرس، والفيديو الدار هو أنني مصور راسي بوحدي وجهي فقط. إذن أين الهفوة الخطيرة اللي كيتكلموا عليها؟ ما كاينش نهائيا الهفوة الخطيرة، وبالتالي غياب ما يمكن أن نسميه الخطورة. فين هي الخطورة؟ أين الخطورة في الفعل في تصوير الفيديو؟ فين هي الخطورة؟ ما كايناش الخطورة نهائيا. وزيدون، فين هي الهفوة؟ اش من علاقة ديال فيديو اللي تصور الإنسان جالس في القسم ديالو خارج، ما كاين لا تلامذ لا والو؟ فين هي الخطورة على العملية التعليمية التعلمية؟ ما كايناش. إذن هاد المجلس التأديبي اللي انعقد بناء على هذه الهفوة الخطيرة وما كايناش الهفوة الخطيرة فإنه يعتبر باطلا، وما بني على باطل فهو باطل. اليوم في الصباح ملي شفت داك الفيديو ديال سي بوتخصين، اليوم في الصباح صبحت
آمن بكل ثقة في أن القضية ديالي وقع فيها ظلم كبير بزاف بزاف بزاف، وعلى أن هذا القرار ديال التوقيف اللي اتخذوه قرار ظالم جدا جدا جدا، وما كانش خصهم ياخذوه نهائيا. اعتدوا على العائلة لمدة 7 شهور، وقفوني لمدة 7 شهور، حرموا التلاميذ من الأستاذ ديالهم لمدة 7 شهور على واحد الهفوة خطيرة اللي ما كايناش نهائيا. لا توجد خطورة ولا توجد هفوة، ما كاينش خطورة كما بين، ما كاينش خطورة كما بين سي بوتقصاين نهائيا، وما كاينش أصلا هفوة، ما كاينش هفوة. لأن ملي كنقولوا هفوة هو السقوط في شيء اللي هو خاطئ، يعني عملتي شي حاجه ماشي هذيك، ولا عملتي شي حاجه اللي هي خطيره اللي كتمس التعليم ديالك ولا القسم ديالك او التلاميذ ديالك، او ضربتي شي واحد، او وقع تحرش، او وقع مثلا شي ضرب شي حاجه خطيره، او مثلا ما كاينش نهائيا غياب هذه الهفوه هذه غياب. وبالتالي ف القضيه ديال هذه المساله ديال الهفوه خطيره ما كايناش، واللي بنى عليها المجلس التأديبي القرار ديالو ديال التوقيف فهي ما كايناش نهائيا، باطله، وما بني على باطل فهو باطل. المجلس التأديبي باطل الاخوان، باطل بشهاده ديال الاخوان وبشهاده ديال كل شيء، فهو مجلس باطل. واي قرار يصدر من هذا المجلس، سواء اي قرار يقدر يصدر كما كان هذا القرار، سواء التوقيف سواء هذه، فهو قرار باطل الاخوان، باطل. وهنا كتبينوا بالملموس على انه فعلا وقع واحد الحيف، واحد الظلم كبير ليا في هاد 7 شهور هذه كامله. وقع واحد الحيف كبير، وقع واحد الظلم كبير، لا بالنسبه لي ولا بالنسبه للعائله ديالي ولا بالنسبه لولادي كاملين. تكرفسوا عليا، ما نسمح لهمش نهائيا، لان كما قلت لكم ما كاينش خطوره نهائيا في هذه الكلمه هذه اللي السبب باش عقدوا عليه المجلس التأديبي. ما كاينش خطوره نهائيا، كما قال هو مجرد ممكن يكون واحد الفعل اللي قمت به مثلا خطأ صغير، ولكن لا يصل الى هفوه خطيره. وبالتالي فالمجلس التأديبي عقد على باطل. وغريب من الامر الاخوان هو انني البارح الاخوان طلعت على شي فيديوهات ديال الاستاذات، او اقسم بالله العلي العظيم الا وقف لي الشعر في الراس، حق الله العظيم. تصوروا استاذه كتحتفل بالحصول ديالها على 100 ولا 100,000 فولورز، كتحتفل فيه في القسم مع التلاميذ ديالها، وكتصور داك الشيء مباشره. تصوروا استاذات كتعمل ديفيدي ديال الحوايج في القسم، عيب الله. تصوروا عيب الله، تصوروا الاستاذه عندها اللايف مفتوح عيب الله، مفتوح اللايف في القسم، وكتصور القسم وتصور التلاميذ وتصور كل شيء. خطير هذا الشيء اللي وقع في حقي، خطير بزاف بزاف بزاف. وبالتالي فيجب اعادتي الى العمل ديالي فورا بدون قيد ولا شرط نهائيا، لان المجلس التأديبي تبنى على باطل. خصو يتعاد ذاك المجلس التأديبي، خصو يتعاد، لان اصلا ما كاينش هفوه خطيره. فين هي الهفوه الخطيره؟ ما كايناش نهائيا. واش انا صور صعيب الله هذه هفوه خطيره؟ فين هي؟ شنو عملت؟ واش اثرت على، واش ضربت التلاميذ؟ واش عملت شي حاجه؟ واش هرست شي حاجه؟ ما كاينش نهائيا. اذا اخوان، تحيه نضاليه، وعلى في انتظار الالتحاق ديال الاخوه والاخوات ورجال ونساء التعليم هنا في تطوان بالمعصم. وهذا الاعتصام اللي اليوم كامل ان شاء الله غادي نكمل به في انتظار وصول الاخوان. فاليوم كنتاكد بالملموس ومن بعد تدخل ديال الاخ محمد بوتقصاين على ان القضيه ديالي هي قضيه لا توجد قضيه. الاخوان، لا توجد قضيه، ما كاينش قضيه نهائيا. كان اعتداء صارخ بزاف وظلم كبير بزاف. وهذا الشيء خصو يدار له حل. وهاد الناس اللي خرجوا هذا القرار ديال التوقيف فخصهم المحاسبه جدا على هذا القرار ديال التوقيف الذي لا يستند على اي شيء نهائيا ولا على اي خطوره نهائيا. ما كاين حتى شي خطوره نهائيا فيما فعلته، وبالتالي لا يجب ان يصل القرار الى التوقيف نهائيا. للاسف الشديد تعداو على هذا الوليد وتعداو على العائله وتعداو على كل شيء. تحيه نضاليه الاخوان، وغادي نبقى معكم ان شاء الله، ونبقى معكم بالجديد في اي وقت. تحيه نضاليه
وشكرا لكم على التضامن كامل. بطبيعه الحال رامي ما قدرتش نجيبه، رامي اليوم عنده المدرسه، ما بغيتش نخليه يتاثر اكثر بهذه المساله هذه. الولد باقي صغير والنفسيه ديالو شويه مع هذا الهول ديال هذا الشيء اللي وقع، فبالتالي فما جبتوش. انا هنا لا زلت معتصما الى الغاء القرار ديال المجلس التأديبي، والغاء اصلا المجلس التأديبي اللي ما عنده حتى شي معنى نهائيا. تحيه نضاليه، والسلام عليكم الاخوان.